انا وحش قوي قوي قوي، دايما بتجيلي افكار وخيالات مش حلوه، انا مش طبيعي. لا انت طبيعي جدا على فكره. طب تعرف ايه اللي بيخلي مخك يحسسك انك عاوز الحاجه دي، ايا كانت بقى الحاجه؟ نفسك تاكل حاجه مالحه او حاجه مسكره، ايه اللي بيخلي مخك يحس الاحساس ده؟ جسمك فيه حساسات صغيره قوي خلقها ربنا اسمها ريسبتورز، بتقيس تركيز كل المعادن والجزيئات الصغيره جدا اللي بتكون جسمك، زي الملح والسكر والصوديوم وغيره. اما الحاجه دي بتقل في جسم الحساس ده فورا يبعت اشاره للمخ طريق عصب الحق الحاجه دي نقصت في الجسم، يترجم الاشاره اللي جايه له. عندي مثلا السكر نقص، محتاج سكر يدخل جسمك، نترجم فورا الاشاره كل حاجه مسكره. تقويتي الصوديوم اللي موجود في الملح هو اللي بيعلي الضغط. اول ما مخك يحس ان ضغطك وطي والصوديوم قل، يترجم بسرعه كل حاجه مملحه، عن جفاف او مش بتشرب ميه ليك فتره كبيره، مخك يترجم بسرعه الحق ريقك ناشف عطشان اشرب. طبق بقى الفكره دي على اي فكره تانية بتجيلك، احتياج بتحس بيه، مهما كان الاحتياج ده من نظرك وحش جسمك محتاجه فعلا. بس خلي بالك، مش معنى كده انك تمشي ورا احتياجاتك من غير اي تفكير. لو جسمك محتاج سكر واخدت سكر زيادة هيجيلك مرض السكر، لو جسمك محتاج ملح عشان الضغط واخدت ملح زيادة ضغطك هيعلى. اوعى تمشي ورا احتياجاتك من غير تفكير وتقول ده احتياج طبيعي وانا بني ادم. لا، احتياجك بطريقة صح وطبيعية عشان ما تعملش مشكلة اكبر، عشان عمر ساقية ونخرب طاحونة.